أهلا وسهلا بكم. وصفتنا لليوم حلا رمضاني بامتياز. رح أسوي معاكم القطايف بطريقة سهلة بمقادير متوفرة بكل بيت. الطريقة إذا التزمتي بالمقادير رح تطلع معاش قطايف ناجحة ومضبوطة مضبوطة 100%. وراح أجاوبكم بإذن الله، أو نجاوبكم على كل الاستفسارات اللي تصلني دايما عن نجاح القطايف، أو إنه كيف شلون تطلع مقرمشة أو ظل فترة طويلة مقرمشة. خليكم معايا مع المقادير. هذه كل مقاديرنا لعجينة القطايف. طبعا الكوب اللي أستخدم فيه أي نوع، مثلا أعير بيه الطحين، أعير بيه بقية المواد. عندي هون شوفوا كل المقادير، أني حتى الماء حاطته بأكواب مشان تكون عندكم الطريقة واضحة. طبعا عندي هون 3 أكواب ماء، ممكن نحتاج 3 إلا ربع، يعني كوبين و3 أرباع. عندي كوبين كامل من الطحين المنخول، وعندي نص كوب من السميد. عندي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ملعقة كبيرة بيكنج باودر. عندي 3 ملاعق من السكر، وعندي ملعقتين من حليب البودرة. طبعا حليب البودرة عندي هون الأكثر ما يستخدمه. حليب البودرة يخلي القطايف أثناء القلي ما تشرب زيت، تطلع لي خفيفة. وعندي هون بيكربونات الصودا، عندي رشة خفيفة، وعندي ملعقة صغيرة أو رشة من الملح. هذه فقط مقاديرنا. بالخلاط راح أضيف كل المقادير مع بعض. راح نبلش أول شي ضروري نحط المي لما نحطه وبنحط بقية المقادير ما تتكتل. مثلا ضفنا أول شي الطحين أو السمين، راح يتكتل من جوا وما ينخلط معي بالخلاط، فضيفوا أول شي المي هون راح أضيف كوبين و3 أرباع. نشوف العجينة بالأخير، احتاجت مي نزود شوي، ما احتاجت خلاص أوكي تكفي يعني. نضيف هون بقية مقادير الطحين، نضيف السميد، نضيف الحليب البودرة. مثل ما قلنا حليب البودرة أثناء لما نقليها ما راح تشرب عندي القطايف كثير زيت وتطلع عندي خفيفة. بالنسبة لبيكربونات الصودا راح أضيف رشة فقط. شوفوا عندي هون بطرف أصبعي رشة فقط. طبعا هذه الرشة ضرورية أثناء تشكيل القطايف، تفتح معايا الحبة بكل سهولة. إذا ما كانت متوفرة تكتفون يعني شوي زودوا البيكنج باودر إذا حسيناها إنه العجينة ما تفتحت عندي أثناء التشكيل بالصاجة. وهذا شكل أو قوام العجينة بعد ما خلطناها بالخلاط. طبعا هون أنا ضايفة 3 أكواب كاملة. مثل ما قلت لكم ضيفوا أقل بربع كوب، ضيفوا كوبين و3 أرباع. شفتوها سميكة، زودوا شوي مي بالتدريج، خلوا الربع كوب بالآخر. طبعا هون بالنسبة للسماكة البعض يحبها خفيفة بهذه، يعني يحبها هذا قوامة مشان تكفي حشوة أكثر. البعض يحبها سميكة، يحب قرشة القطايف أكثر يعني، فهذا حسب رغبتكم. ها هون ارتاحت عندي العجينة أو الخليط، ارتاح عندي. شوفوا هون صار سميك شوي، ارتاح عندي تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق. بعد 10 دقائق بعد ما ترتاح نشغل الصاجة وأخليها تحمى. بعد ما تسخن عندي الصاجة أهديها على طول، وأبلش أشكل الحبات. طبعا دايما أول حبة تكون كبش الفداء، راح تنحرق خصوصا لما يكون الصاجة حارة، تنحرق على طول. هون بلشت بعد ما هديت النار بلشت أشكل بالحبات القطايف. طبعا نتركها لعدة ثواني، أو يعني ما تاخذ ممكن أقل من دقيقة بس تنشف معايا. شوفوا هون السوائل بلشت تفتح، هون حبة القطايف بلشت تفتح معايا، بس تختفي عندي كل السوائل كلها تختفي. خلاص هون أقدر أشيل أو أحرك حبة القطايف. شوفوا هالشكل، باقي عندي شوي هون، شوفوها صارت تمام. راح أقلبها. شوفوا اللون، لازم يكون اللون ظاهر معي ما شاء الله. هون اللون تمام عندي. طبعا نشيله، وضروري شوفوا هذه الحبة. شلون أعرف إنه طريقتي تمام؟ لما يكون عندي الحواف بيضة بهالطريقة معناها طريقتي بالقطايف مضبوطة. بعد ما نشيلها ضروري بمنشفة مطبخ طبعا تكون خاصة، الخاصة إنه تغطي أو شيء. رح أغطي كل الكمية لبين ما أخلص بقية المقدار. شوفوا الحبة ما شاء الله. طبعا هون بعد ما خلصنا الكمية كلها، شوفوا عندي هون الأطراف ضروري أحصل على هذه الحواف الفاتحة تكون أفتح من اللون نفسه. هون خلصنا. طبعا شوفي عندي هون ما شاء الله الحبة شوفوا طرية جدا وسهلة بالتشكيل، ما تحتاج لا مي عند التشكيل ولا تفتح معي أثناء القلي بالمرة.
طبعا هذه الحشوة عندي جاهزة وباردة مسويتها قبل. بإذن الله راح أنزلها بفيديو ثاني مشان تكون يعني أثناء البحث أو شيء تلاقوها بسهولة. هذه الحشوة نستخدمها لكل أنواع القطايف، للكنافة، الأكثر أنواع الحلويات نستخدمها. العجينة جدا لذيذة وسهلة جدا. بإذن الله راح أنزلها مع بفيديو ثاني. هون راح أبدأ بتشكيل أو بحشو القطايف. شوفوا عندي هون العجينة سهلة جدا بالتشكيل ومريحة جدا. بالنسبة تجيني كثير أسئلة إنه القطايف بعد ما نقليها تطلع طرية. طراوة القطايف من القطر اللي نستخدمه، إذا القطر خفيف ودخلنا القطايف عليها أكيد راح تطرى على طول لأنه القطر خفيف، فضروري القطر يكون سميك. هون ما شاء الله خلصنا الكمية، قطايفنا صارت جاهزة. طبعا تقدروا تقلوها مثلا على طول والباقي أو تحبوا تفرزنوها. طبعا بالنسبة للتفريد نقدر بصواني نفرد إن نتركها مثل فريزة لحتى تجمد تماما، بعدين نوزعها بأكياس حسب الكمية اللي نحبها. عند القلي بعد ما يسخن الزيت، انتبهوا جدا ملاحظة ضرورية، بعد ما يسخن الزيت نطلعها من الفريزة على القلي، يعني لا تخلوها برا وتذوب، راح يذوب الثلج اللي بيها وراح تشرب كمية كبيرة من الزيت. فانتبهوا يعني عندي هاي بالصورة، هذه مفرزنة أنا طلعتها من الفريزة وقاريتها. شوفوا عليها يعني ما شاء الله طلعت مقرمشة لذيذة خفيفة، يعني حتى بالصورة حتى الحشوة والهاي باين عليها. فإن شاء الله يا رب وصفة اليوم تعجبكم وتطبقوها وتنجح معاكم. وأي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليق وبإذن الله راح أجاوبكم على طول، وانتظروني بوصفات قادمة.